السلام عليكم. اليوم قصة جديدة في واحد المدينة اللي بعيدة في القديم الزمان. كان واحد السيد كيتعبد الله نهار وليل، وكاع هذاك الناس ديال هذوك القبيله كيعرفوا بان هذاك السيد باللي هو صالح. السيد كتجي عنده الام ديالو كتبدا تعيط عليه، جريج ما كيجاوب حتى شي واحد. وهو في البال ديالو كيقول شكون اللي نسبق، واش الام ديالي ولا الصلاه؟ كيسبق الصلاه لغايه اللي عاوتاني كترجع عنده الام ديالو كتبدا تعيط عليه جريج، وحتى شي واحد ما كيجاوب في هذيك اللحظه. كيقول عاوتاني في البال ديالو شكون اللي كيسبق الصلاه عاوتاني. الام ديالو جات عنده في المره الثالثه بدات كتعيط عليه وهو يسبق الصلاه. من يسبق الصلاه هي دعات عليه بواحد الدعوه، قالت ليه اللهم لا تمت حتى يرى وجوه المومسات. يعني هذه الام اللي كتكون معصبه، راكم عارفين الامهات، مشات معصبه عليه، الله يسمح لنا من الوالدين والله. وهي تمشي دازت الايام والله اعلم الام ديال جريج ماتت، وهذاك السيد جريج كاع القبيله كتشكرو كتقول هذا الراجل الله يعمر دار وعمرو دار شي حاجه اللي عصى بها الله. واحد المومسه سمعتهم، والمعنى ديال المومسه هي بائعه الهوى. وديما ملي كيشوفوك الناس انت غادي في واحد الطريق اللي مزيان وغادي ناجح في حياتك كيبغيو يطيحوك، وهادشي اللي غنعرفو دابا. يجي تقول لهم شحال تعطيوني انا الا غويتو ليكم وفسد معايا. صافي تحداو شي ناس، قالت لهم الا غويتو تعطيوني كذا وكذا. قالوا لها صافي. كان جريج كيتعبد في البلاصه ديال التعبد ديالو، جات هي بدات كدوي معاه كتبغي تقرب ليه، هو ما كيعطيهاش وقت، ما فلحاتش في المره الاولى. جاش عنده المره الثانيه بدات كتعرى عليه باش تهوي بالجسم ديالها، ما داهاش فيها. صافي هي عرفات راسها باللي خسرات، بقات كتفكر هي كتفكر وهي بلا واحد السراح ديال الغنم. هي تمشي عنده، هي توهبوا الجسم ديالها وهو يفسد معاها. صافي من يفسد معاها حملات هذيك المومسه، دازت الايام وهي تولد. مني ولدات يجي عند الناس ديال القبيله يقول لهم هذا راه الولد ديال جريج. صافي الناس تيقوها كاملين، هما يمشيو عنده هذيك البلاصه اللي كيتعبد فيها، ريبوها ليه وهما يجيبوه. وملي كانوا غاديين به بالطريق خرجوا المومسات كيطلعوا عليه من الفوق. هو يعرف الدعوه ديال الام ديالو، مني دعات عليه مني كانت مقلقه داو لهذيك البلاصه. فين كانوا بغين يعذبوه وكيقولوا ليه انت فاسد وعطينا صوره اخرى. المهم كاع الناس ديال ديك القبيله بداو كيعيروا فيه وكيقولوا ليه هضره ما هياش. هو يوقف ويقول لهم بغا نشوف الدري اللي كتقولوا ولدي فين هو، وهما يجيبوه ليه. قالوا ليه ها هو ولدك اللي ولدتي مع هادي. قال لهم واخا تسمحوا لي واخا نصلي واحد جوج ركعات. قالوا ليه سير صلي. صافي مشى كيهرول الصلاه ديالو. ما معنى الهروله؟ هو مشى كيجري، مشى كيصلي وهو ينوض ويشد داك الدري ويضرب عليه جوج ضربات في البطن ديالو ويقول ليه من ابوك، ويعاود عليه من ابوك. هذاك الدري بدا كيشوف هذوك الناس اللي مجموعين على ديك البلاصه، بقى كيشوف ويقول لهم سارح الغنم وهذا. هما يجيبوه هذاك السارح ديال الغنم، اعترف لهم باللي هذاك راه ولدي ولدتو مع هذيك خدنا. شدوا هذيك الموميسه وشدوا هذاك سارح الغنم داوهم للحبس. وهذاك السيد جريج بداو كيطلبوا منه السماحه وكيعتذروا منه، كيقولوا لي هذيك البلاصه ديال التعبد ديالك اللي ريبنا ليك غادي نصايبوها لك من الذهب، غير اسمح لينا. صراحه مني انا وجبد اخوتي شحال من مره كتعيط عليا الام ديالي كتقول لي فلان كندير راسي ما سمعتهاش، مره كتعيط عليا كندير راسي ما مزكش ليها كاع. اللي بغا نوصل لكم انا هو الرابح من الوالدين والخاسر من الوالدين، والله يسمح لنا من الوالدين. المهم نحاولوا نتهلاو فيهم، واخا نبغيو نرجعوا لهم هذاك الشيء اللي داروا لينا والله ما نرجعوا لهم يلا ولو قليل. حنا دابا راه كتشوف راسك راه كتكبر وكتجوج وكتولد ومازال كيعاونوك والديك، راه شي حاجه اللي بزاف انت ما تقدرش ديرها مع ولادك. الله يسمح لنا من الوالدين الخوت. كان معكم خوكم الناتشو، بيس ليكم كاملين، وما تنساوش تدعمونا بجيم ولايك وشي كومونتير يكون زوين بحالكم. تهلاو ليا في راسكم. وطريق ديال الخير الصراحه راه صعيبه بزاف. ديما كتشوف راسك انت غادي في واحد الطريق اللي زوينه، راه كلشي حاسدك، حيت ملي يشوفوك انت غادي مزيان في الحياه ديالك ما يبغيوش لك الخير، يبغيو ضروري ما يعوجوك وتتبع الطريق ديالهم. حاول انت ما تعاودش كلشي، عاود اللي قريب ليك بالخصوص الوالدين وخوتك. اما شي وحدين اخرين بلاش اخويا، نصيحه من عندي. بيس ليكم كاملين الخوت.